سبحان الله، والله الحمد لله. فأهم شيء إني هلأ عم بستوعب، يعني أهم شيء هلأ إني موجود بنقطة عم بستوعب، عم أعرف الصح من الغلط، عم بعرف مثل ما بيقولوا حط النقاط على الحروف. فالحمد لله يعني إن شاء الله خير، إن شاء الله خير يا رب. قناة اليوتيوب أنا كان بإمكاني إني رجعها، ولكن أنا ما رجعتها عشان ما ترجع الفيديوهات، ارجع كل فيديو اعمله خاص أو كل فيديو اعمله غير مدرج، ولقيت إنه موضوع صعب. فقلت خلص راحت، خليت تروح واحسبها عند الله، انه انا يعني ما بدي ارجعها عشان ما ترجع هي الفيديوهات تشوفها الناس من اول وجديد، لانه انا حامسحها. لو في حال انا رجعت هي الفيديوهات حامسحها. طيب حتقلي انت نفس القناه فينك تنشر عليها شيء مفيد. قلت بستخدم حساباتي اللي موجوده حاليا بين ايدي، هي وصولها اسرع للناس، يعني مثل انستغرام، فيسبوك، تيك توك، سريعين هدول فيديوهاتهم غير اليوتيوب. اليوتيوب بده فيديو طويل، بده فيديو مدته 10 دقائق يكون منتج و ففي كتير امور. اكيد طبعا من ضمنهم شو اسمه الوشم. طبعا هذا سبحان الله وحده من الاغلاط اللي كانت، ونسال الله انه يغفر لنا عنه، وان شاء الله قائم على الموضوع. ولكن يا اخواتي الشيطان ما له سهل، الشيطان سبحان الله بدك تقعد تحاربه، بدك تلعب 1v1 بدك تلعب استودع مع الشيطان وتحاول مين بيغلب الثاني ومين عنده بيكات اسرع، موضوع مو سهل الله يجزيكم الخير يا رب. فان شاء الله كله بيجي تدريجيا، الله يبارك فيكم. انا بعرف والله انه انتم عندكم كثير اسئله، ويعني نفسي انه كل فتره انا هيك افتح لايف فضفض لكم، بس ما بدي يكون هذا يعني السبب انه يعني الناس تصير تقص من اللايف وتقعد تقول لك يعني انت عامل فيها شيخ وعامل فيها انه لا. بس الفكره ما فيها اني انا حسيت حالي بيوم من الايام اني بمطرح غلط ووقفت عنده للغلط. يعني قلت خلص طالما هذا موضوع غلط واللي انا عم سويه مالي مقتنع فيه، فقلت خلص خليني اني وقف اقل شيء الغلط اللي انا مستمر عليه. الله يبارك فيكم. طبعا في نقطه اخواتي، انه انا دخلت بالسوشيال ميديا من البدايه، ودخلت بالمجال. الهدف رقم واحد هو الماده، يعني رقم واحد هو المصاري. فلما الحمد لله رب العالمين حصلت على المصاري، اكتشفت انه في شيء اهم. والله اقسم بالله، والكل اللي بيتابعني من البدايه بيعرف لتاريخ هذا اليوم انه اقسم بالله اني صادق. كسبت المال، وصلت لارقام انا اصلا ما كنت حاطه ببالي. وبعدين يعني انا دخلت في حاله صدمه انه هل هذا الشيء اللي انا فيه حقيقي ولا هو حلم؟ لا، طلع عن جد حقيقي وما هو بحلم. فاستوعبت من كثرة المال. طبعا المال يا أخواتي إذا كان إنسان مو صاحي أقسم بالله العظيم إنه بيوديك لمطارح ولا أنت كنت بتحلم فيها، يعني ولا أنت كنت بتفكر فيها. على سبيل المثال بصير في الشيطان بيوسوس لك أكثر، بصير في عندك إسراف، بصير في عندك تبذير، بصير في عندك أمور لا سمح الله، ممكن تصير تشرب خمر، ممكن تتعاطى مخدرات، ممكن تصير المال إذا ما عرفت أنت، إذا ما كان عندك حكمة بإنك تدير هذا المال أو إنك تعرف تسيطر عليه، بيوديك لمطارح أنتوا عارفين. يعني في كثير من الناس صار بإيده مصاري طغت بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وما عاد عرفت هي وين مشيانة. فأنا الحمد لله يعني أول بداياتي هويت هيك بشوي خلينا نقول مستنقع، ولكن بعدين الحمد لله عرفت أطلع منه، عرفت الحمد لله بأقل الخسائر. ومثل ما بيقولوا يعني لا أزكي نفسي على الله، ولكن كان فيها نوع من الغلط. خلينا نقول غلطت، مو إنه ما غلطت، لا أغلطت، وكل إنسان بيغلط. ولكن اللي توضح لي إنه الأهم من المال وأهم من كل هذا اللي صار هو الناس. توضح لي إنه في أشخاص هيك بيظهروا قدامك سبحان الله، بيكون اسمه مثلا خلينا نقول أخي المتابعين. والله أقسم بالله العظيم إنه لكم معذب قلبي، والله أقسم بالله
الله يجزيكم كل خير. والله أقسم بالله إنكم أهم من المال. الله يجزيكم كل خير يا رب. حبايبي حبايبي. هي دائما سبحان الله أنا عاطفي لما بيجي بتكلم قدام قدام المتابعين ما بتلاقي غير شر ودموعي. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. والله أقسم بالله إنكم أهم من المال وإنكم أنتم الكنز. والله والله. حبيبي حبيبي، تحياتنا لأهل مصر والنعم منكم يا حبيبي. يجزيكم الخير. هاتوا نشوف، خبرونا بمين بدنا نأهل، بمين بدنا نسهل، مين اللي موجود على اللايف. كردستان، في أخونا كردستان موجود، وفي جيرو بوي. كله تمام إن شاء الله يا حبايبي. هاتوا نسحب جيستات. يلا يلا هاتوا جيستات. يلا أنا موافق. جيست أنا وعدكم إني آخذ جيستات. تمام. مين اللي موجود؟ ثانية بس. مين اللي موجود ناخذ جيستات؟ يطير لك يا حرام يا حرام. حي عينك لك كفو دفاعي. لك والله ما حدا بيطلع له معك. لك أنو لك عندي الملك باللايف. لك هون الملك. لك بوجوده ما بتاخدوا لا ونات ولا جولة. هاتي شو حكمك؟ ما بعرف اليوم، أنا شكلي ما رح أحكم. ما بعرف ليه هيك. حبيبتي ليش اللي عندك خرج ياخدوا لك جولة لما يشوفوا لك هدف؟ حبيبتي كفوا منهم والله، ما قصروا ما يسعد خرج لي قلبهم. حبيبتي، بتحداهم ما في مستوى.